ساعات ستات بتدخل تقول لي جوزي ما بيقربش مني، وعلى الصعيد الاخر يجي لي راجل يقول لي مراتي ما بتوافقش. احنا هنا بنتكلم على العلاقه الزوجيه الحميمه واختلاف معدل الرغبه، فخلينا نعرف الرغبه دي جايه منين. الرغبه دي فكره بيولوجيه بحته، لها علاقه بان انا نفسي في حاجه وما نفسيش في حاجه. طب هو لو جينا فكرنا مع بعض، هو انا بيبقى نفسي في ايه؟ اكيد بيبقى نفسي في الحاجه اللي تبسطني. الراجل عايز اكتر، الست عايزه اكتر، دايما بيبقى في شكاوى من هذا النوع في العيادات. بس لما نيجي نفكر مع بعض، هي الرغبه دي فين؟ الرغبه دي في الدماغ. ما تفرقش خالص عن لما يبقى نفسي في حاجه، نفسي في اكله حلوه، نفسي في خروجه حلوه، نفسي في صحبه جميله، نفسي في ان انا اتمرن رياضه. بس النفس دي ما بتجيش غير لما تكون تجربتنا مع الحاجه كانت حلوه، فتبقى التجربه الحلوه هو الحافز ان انا اعملها تاني. كام واحده فينا لما راحت قعدت في كافيه وشربت قهوتها مع اصحابها واتبسطت، في اول خروجه تانيه عايزه تروح نفس الكافيه؟ كام واحد فيكم لما اتفرج على ماتش كوره واتبسط مع اصحابه بقى عايز ينزل كل مره يتفرج مع اصحابه على الكوره؟ اذا الرغبه رغم ان هي حاجه بيولوجيه، لكن اللي بيحفزنا ليها هو ان تبقى التجربه كويس. عشان كده لما بتيجي ست او بيجي راجل بيشتكي من ان الطرف الثاني مش بيوافق على الممارسه، فابتدي ابحث ورا هي اصلا الممارسه كان شكلها ايه وبعدها النفسي عندهم شكله ايه. في جزء بيولوجي المخ هو اللي مسؤول عنه، هو اللي بيبعت الاشارات للاجهزه التناسليه عشان تحصل العلاقه ما بين الطرفين. لكن الجزء البيولوجي احنا مش مكن، احنا بشر. الجزء النفسي بيلعب دور كبير، والجزء النفسي ده جاي من تربيتنا ومن افكارنا ومن معتقداتنا، من اللي شفناه ومن اللي سمعناه واللي كونا عنه افكار معينه. لما نيجي نتحط في التجربه كل الحاجات دي بتدخل في التجربه. فلو مثلا احنا ما عندناش كلام في الموضوع ده، ما ينفعش كلام في الموضوع ده ما بيساعدش ان الفكره بتاعه الممارسه تكون حاضره عند الست والراجل. لو احنا مثلا بنتكلم على ناس اتعرضوا في طفولتهم لاي نوع من انواع العنف الجنسي، سواء العنف الجنسي ده كان لفظي او كان حركي او كان جنسي، هنلاقي ان العنف ده بيخليهم يبعدوا عن الحاجه. ده ما يفرقش خالص يا مدام عن المطعم اللي رحتي قعدتي فيه واتغديتي وجالك اسهال وتسمم، مش هتفكري تروحي فيه تاني، فبقت تجربه سلبيه. التجارب السلبيه مش لازم نكون مرينا بيها باجسادنا وانفسنا، انما ممكن نكون مرينا بيها بذهنيا، فكرنا في حاجه ولقينا ان اللي فكرنا فيه ده حاجه مش لطيفه، او اتقال لنا انه عيب، او اتقال لنا انه حرام، او اتقال لنا انه الفكر هو الخيال، والخيال هو اللي بيدفعنا ان احنا نتقدم في اي ممارسه احنا عايزينها نمارسها واحنا ما عندناش ضغوط نفسيه جت من احمال شلناها في حياتنا. ممارسه حق للزوج والزوجه، فلما بندخل في بدايه الحياه الزوجيه واحنا شايفين ان الحقوق دي هناك ما يشوبها، مش همارسها براحتي. ناهيك بقى عن التجربه نفسها بعد الجواز، هل كانت راضيه للطرفين؟ هل الطرفين بيبحثوا عن ان اللي يبسطهم مع بعض، ولا في انانيه في الممارسه؟ لو في انانيه في الممارسه، سواء بسرعه، سواء بعنف، سواء بعدم اكتراث لمشاعر الاخر، نوع من انواع الابتزاز الجنسي، انه مش هعمل لك اللي انت عايزه غير لما تجيب لي اللي انا عايزاه، او انا مش هديك اللي انت عايزاه غير لما توافقي على اللي انا عايزه، نوع من انواع التجاره في الموضوع ده. كل دي حاجات ممكن تؤثر على ان طرف يبقى غير مقبل على التجربه. قبل ما تقولوا الطرف الثاني مقبل ولا مش مقبل، اعرفوا تاثير تصرفاتكم معاه شكلها ايه. تصرفاتكم في الحياه، تصرفاتكم في فراش الزوجيه، هل هي محتضنه، هل هي ناعمه، هل هي فيها نوع من انواع الود، فيها نوع من انواع السكينه، فيها نوع من انواع التفهم للطرف الاخر واحتياجاته، ولا انا متمحور حوالين ذاتي في العلاقه دي، اشوف ايه اللي يبسطني فيها وايه اللي يرضيني، وبعدين بقى الطرف الثاني يتصرف مع نفسه. في ناس كتير تسالني هي العلاقه مشاعر ولا اداء؟ هو كومبو. اصل لو مشاعر بس يبقى بنتكلم على الحب الافلاطوني، ولو بنتكلم على الاداء بس فهي ما هياش مناسبه وما هياش حلوه، دي ميكانيك. هي ميكس من الاثنين، اختلاط من الاثنين، ممكن حاجه منهم تبقى اعلى من الثانيه، لكن الاثنين لازم يتحطوا في الاطار بتاع العلاقه، ان في مشاعر وفي ود وفي حب للحاجه اللي بنعملها، وفي حب للطرف الثاني اني بعمل له اللي يبسطه، سواء كان الراجل بيعمل لمراته او مراته بتعمل لجوزها. لكن الفكره بتاعت انه اللي يرضيني وبس، اللي يبسطني وبس، هنا معناها ان انا بستغل الطرف الثاني، وده نوع من انواع الاستغلال، ان انا استغل الجسد الاخر لارضاء رغباتي انا دون الاهتمام باحتياجات الطرف الاخر. ودي بنشوفها ساعات في بعض الحالات المرضيه، وساعات بنشوفها في بعض انماط الشخصيه، ان انا عايز نمط معين، عايز طريقه معينه، عايز وضع معين، دون الاخذ في الاعتبار ان ده ممكن يكون مزعج للزوجه، او لو كانت الزوجه اللي عايزه كده مزعج للزوج. اختيار الوقت المناسب، تفهم الانسانيه اللي ما بيننا احنا الاثنين في الحياه اليوميه اللي بتترجم في فراش الزوجيه. كتير بيعدي عليا ناس بيكون عندهم مشاكل في الفراش، ولكن اكتشوال هي مشاكل في حياتهم اليوميه، عدم رضاهم عن طباع بعض وعدم تفهمهم لاحتياجات بعض. زي ما بنقول انه العلاقه الخاصه ما بين الراجل ومراته علاقه لها قدسيه.
نفسيتها، لها خصوصيتها. ما تقعديش تتكلمي مع اصحابك وما تقعدش تحكي قدام صحابك، او تاخد امثله اللي بيتكلموا فيها الرجاله والستات ما تاخدوهاش على انها تنفعكم. كل اتنين لهم الكتالوج بتاعهم، هم بيكتبوا فيه ايه وبيجتهدوا عشان يحسنوا خطهم ازاي، هو ده الهوم ورك بتاعكم. ده مش معناه ان يبقى كل مره بنأدي بنفس الشكل، لان ده بيفقد الشغف في العلاقه. انا دايما العيانين بتوعي بقول لهم ان العلاقه الخاصه ما بينكم عامله زي المكرونه. احنا ممكن ناكل مكرونه كل يوم، بس لو كل يوم بناكلها بنفس الطريقه هنزهق منها بعد شويه. لكن ممكن في كل مره بنبدع في التقديم، في الصوص اللي بيتحط، في الطبق اللي بيتحط فيه، في ايه احنا عاملينها سخنه، عاملينها ساقعه، عاملينها سلطه، عاملينها فرن. يعني الاداء نفسه لازم يكون فيه تطوير وتنويع، والا بنفقد الشغف فيه. ودي من اهم الحاجات اللي بتسمح باستمراريه العلاقه بوهج. حتى لما بيجي لي ناس يقولوا لنا احنا زهقنا مش عارفين ايه ده، احنا الاثنين فقدنا الشغف في العلاقه، اقول لهم يبقى انتوا محتاجين تجددوا. ومش معنى تجددوا انكم تسافروا بالشيء الفلاني، ولا انكم تروحوا اوتيل ولا سبا ولا غير. التجديد في الفكر وفي مناقشتكم لبعض. ايه اللي يعجبكم تجربوه جديد؟ ايه السبايسز الجديده اللي تحبوا تحطوها في علاقتكم؟ ايه اللي تحبوا ان كنتوا نجرب ونشوف اذا كان ينفع معانا ولا ما ينفعش؟ التجديد في اي شيء احنا بنعمله بشكل نمطي كاني بحط له كده ايه، عارفين زي الجرعه التنشيطيه، كاني بديله جرعه تنشيطيه فنكتشف فيه نفسنا اكتر، فنتبسط من نفسنا اكتر، وممكن نتبسط من الطرف الثاني اكتر. حاولوا ان كنتوا تقعدوا مع بعض وتشوفوا هو التجديد ممكن يجي منين، يجي في ايه، امكانياتنا شكلها ايه. وما تتكسفوش انكم تتكلموا مع بعض وانتم متجوزين، لان ده حقكم، وانبساطكم هو اللي بيخليكم تبقوا عايزين تكرروا العلاقه. لكن لو طرف من الاثنين مش مبسوط، هو ده اللي هيبعد عن الممارسه.